انتوا سندي وانتوا ظهري يا جمهور النادي الاهلي. نفس الدخله اللي بتدخلها كل مره، كل مره نفس الدخله يا امام. طب غير، اعمل حاجه جديده. يعني بذمتك وبالامانه انت كشخص اهلاوي مقتنع باللي انت شايفه ده؟ يعني بجد مقتنع؟ امام الكلام ده بنقوله لما بنبقى كاتين من درس، مزوغ من المدرسه واتقفشت. انت كشخص اهلاوي مصدق ومقتنع باللي امام عاشور بيقوله ده؟ يعني بجد انت كشخص كده بني ادم عاقل مقتنع بالبيان ده؟ طب تعالى نمشي مع بعض للاخر يا عم ان امام عاشور عنده حق، يعني مع ان عمرها ما تحصل. المنطق بيقول لك لو انت تعبان وعندك برد ومش قادر ترد، ابوك هيرد، اخوك هيرد، صاحبك هيرد، لكن ان محدش يقدر يوصل لك كده ده عادي. اي حد من اهلك هيرد، لكن النادي اصلا يبقى مش عارف عنك حاجه بيحاولوا يوصلوا لك وانت يعني ما بتردش ومفيش حد من اهلك بيرد. مش غريبه شويه دي يعني يا امام؟ مش غريبه شويه؟ انت بقى كشخص اهلاوي مصدق امام عاشور، شايف ان الكلام اللي بيقوله ده منطقي، انت حر. والله العظيم بيان ما يخشش على عيل صغير. يعني لو عيل صغير اللي كاتبه كده مش هيطلع بالمنظر ده، ولو عيل صغير بيقراه مش هيصدق برضه الكلام اللي بيتقال. مثلا يا اما انت براحتك، انت براحتك تعمل اللي انت عايزه يا تسافر ما تسافرش، تحضر تمرين ما تحضرش، تتغرم يا باشا يشيلوا الغرامه لاجلك، ده انت صاحب النادي يا عم. يعني براحتك تعمل اللي انت عايزه. المصيبه ان امام عاشور يعني بعد ما نزل البيان ده هتلاقي بعض من جمهور الاهلي ماشي وراه بيصدقوا، الا الناس الفهمانه. يعني الفهمان وبيقرا البيان ده يعرف ان امام كذاب وبيحور. كده كده الحريه ليك وانت تختار. عايزك بقى تقول لي انت بقى كحد اهلاوي، يعني كمشجع اهلاوي، شايف ان امام عاشور البيان اللي نزله دوت يعني مصدقه ولا لا؟ عايز يعني عايز اسمع رايك في الكومنتات للامانه.